الجزائر بهجة الناظر وقلعة كل سائر، حباها الله بجمال طبيعي نادر ان انت تشوف في اي مكان تاني، واحنا ما نعرفش كتير عن جمال الجزائر وتراثها المعماري والعمراني اللي بيتميز في بعض الاحيان بفرادته من اول تلمسان لقسنطينة للجنوب. في كل مكان في الجزائر في اشياء بتتميز عن اشياء كتير جدا. الجزائر فيها عدد كبير جدا من المساجد الاثريه، لكن في الجزائر العاصمه في جامع القصبة القديمة اللي كان بيعرف بهذا الاسم، لكن سمي بجامع سيدي رمضان في السنوات الأخيرة. الجامع ده شيد في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي في العهد الزيري، يقع بين شارع عزوزي وشارع سيدي رمضان بالقرب من نهج حداد عبد الرازق، وده كله في المدينة القديمة. جامع رمضان بيعتبر من أقدم مساجد مدينة الجزائر، وتدل على ذلك طريقة تسقيفه وهندسة بنائه، غير أن المصادر لا تذكر تاريخ بنائه بالتحديد، لكن نعلم أنه شيد في القرن الرابع الهجري عند تمصير مدينة الجزائر بأمر من الأمير بلغين بن زيري الذي تولى الحكم من سنة 361 إلى 373 هجرية، والراجح أنه أسس هذا الجامع سنة 362 هجرية باعتبار أن ده التاريخ اللي تم فيه بناء مدينة الجزائر. الجامع ده اللي كان بيعرف بجامع القصبة القديمة نسبة إلى القلعة اللي كانت مقر لإمارة الجزائر، جزائر بني مزغنة آنذاك، اختلف في تسميته في بداية القرن ال 12 هجري، لكن تم الاستقرار على أنه يسمى باسم الولي المدفون فيه وهي سيدي رمضان، وهو مدفون في قاعة صغيرة محاذية لقاعة الصلاة. مصلى المسجد هذا مستطيل الشكل مغطى بقبة صغيرة وسقف من القرميد الأحمر موضوع على 9 صفوف ذات جانبين متقابلين مثلما هو الشأن في الجامع الأعظم، وهي طريقة تقليدية للبناء في الجزائر، وبداخله سدة من الخشب مرتكزة على 18 أسطوانة من رخام على صفين 2 من البائكات، وهي سدة مخصصة للنساء، كما له منارة مربعة الشكل وقليلة العلو. أما المحراب فهو مصنوع من الخزف الجميل، وما عدا ذلك فالجامع بسيط جدا في عمارته وزخرفته ونقشه، لكن له طابع روحي بيستمد منه الناس في الجزائر أشياء كتير من روحانيات هذا المسجد. المسجد ده كان فيه دروس للفقه والحديث النبوي، وكان فيه دروس في الحساب والتوقيت وغيرها من الأشياء، وده معناه أنه هو كان بالإضافة لأنه هو مسجد زائر كان أيضا مدرسة في ذلك الوقت، واتعملت فيه حفاير سنة 2003 عثر فيها على بعض الأدلة الأثرية القديمة. لكن خلينا أروح معاكم للجامع الكبير في مدينة الجزائر أو الجامع الأعظم. هذا الجامع اللي هو